بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله الصادق الأمين. اليوم حبيباتي حبيت نشارك معكم كعكة عيد الميلاد. كما راكم تشوفوا فيها مكونات بسيطة، 3 مكونات فقط، 8 بيضات، 200 غرام من السكر، 200 غرام من الفارينة. اذا حبيتوا يعني ديروا نصف الكمية تقسموا كلش، تقسموا البيض، ديروا 4 بيضات، ديروا 100 غرام من السكر الناعم و100 غرام من الفارينة. ما تنساوش اللافاني والقرصة تاع الملح. طلعوا الخليط جيدا بالباتور وراح تشوفوا معايا يعني الوصفة بالتدريج وبكل وضوح. تابعوا معايا الفيديو جيدا وما تنساونيش بالاشتراك والتشجيع ودعمكم اللي يخليني نواصل ونقدر نكمل. هذا جينواز يعني تجي خفيفة وبنينة هايلة، جربوها يعني مضمونة وتجي يعني مذاق لا مثيل له. نطلعوا البيض نتاعنا بالباتور، والله اذا كانت عندكم يعني بيتخا خلوه يطلع حتى يولي اللون تاعو يبيض كما نقولوا، يتبدل اللون تاعو ويضاعف الحجم نتاعو هكذا باش يدخل له هذاك الهواء. من بعد نزيدوا له نضيفوا له السكر الرطب. قلنا عندنا 200 غرام من السكر الناعم، نضيفوه كامل ونكملوا الخلط هكذا. نبقاو نخلطوا مليح حتى يبيض الخليط، والله يبيض هذاك البيض. ما ننساوش القرصة تاع الملح، سما ما فيهاش يعني مكونات بزاف. انا راح نضيف لافاني. تحبوا يعني ديروا سما ليكيد والله اي يعني ذوق تحبوه. تحبوا لافاني، تحبوا ديروا تاع الاكياس، تحبوا ديروا يعني ذوق واحد اخر مثلا كراميل مثلا. مهم اي ذوق تحبوه ديروه. سما لافاني غير للنكهة فقط، ماشي لازمة، تعطينا النكهة وتروح هذيك الذوق هذاك تاع البيض، هذاك الزفرة هذيك تاع البيض تروح، تسمى راح تعطيها هذاك النكهة البنينة تاع لافاني ولا تاع اي ذوق اخر درتوه. هذا هو الخليط تاعي ولا بهذا الشكل، ضاعف الحجم نتاعو وضاعف وتبدل عفوا اللون نتاعو. زدنا له الفارينة حتى يعني وبالتدريج يعني ما تضيفوهاش ضربة واحدة، زيدوها غير بشوية وخلطوا في اتجاه واحد باش ما تخرجوش هذاك الهواء اللي دخلتوه بالباتور. لهنا بعد ما طابت الكيكه تاعي راح نقطعها. لهنا انا درتها يعني شويه كبيره، درتها بالسرسول كبير. عندي يعني هذوك السرسوات اللي تجيو 3 في بعضها، تجي الصغيره وتجي المتوسطه وتجي الكبيره. انا درت بالكبيره. تحبوها يعني عاليه اكثر ديروا في الصغيره. سما يعني المول كيما تحبوا نتوما، ماشي شرط يعني مول هكذا مخصص. كل ما تحبوها يعني عاليه ديروا المول الصغير، سما صغروا في المول تاع لكم. لهنا راني نحاول يعني نقطعها الى يعني كما نقولوها طبقات. لهنا اللي عنده هذيك القطاعه هذيك راح يكون احسن. انا لهنا راني نقطع بالسكين نتاع الخبز، دوك نقطعها يعني بشويه وندير لها يعني الحشوه نتاعها.
لهنا راني قطعتها الى قسمين. شوفوا كيفاش جات، يعني مثقبه، جات خفيفه. الله الله. لهنا راح نشربها بالحليب مع السكر. تحبوا يعني تخدموا لها هذيك الشاربات وتشربوها بها، لكم الاختيار. لهنا يعني الحليب ولا الشربات باش ما تجيش ناشفه فقط، لانه نعرفوا باللي جينواز تجي ناشفه بزاف، تقدريش يعني تاكليها. ليش تات يعني تحشيها بالكريمه تاعها وذاك، بصح ما تجيش ما تجيش هكذا مشربه، تجي ناشفه وشيحه كما نقولوها. لهنا راني نشرب فيها بهذا الفرشات. نتوما اذا عاد عندكم هذيك القاروره تاع المايونيز هذيك اللي تجي يعني فيها هذاك القمع، شربوا بها ولا قاروره وديروا فيها قطع ثقوبات وباش تجيكم سهله. لهنا راح نخدم الكريمه نتاعي. حطيت الحليب حتى برد تماما ولا بارد قريب يجمد، ومن بعد جبت كاس كيفو من الشانتي وزدت يعني طلعته بالباتر هكذا بهذه الطريقه. لهنا كي تحبوا يعني تلونوها، حوزوا يعني هكذا زغبه وعاودوا ديروها باللون اللي حبيتو. انا راح نديرها يعني باللون الابيض، نحشيها باللون الابيض فقط، مانيش حندير لها يعني الالوان. لهنا في هذه المرحله اللي عنده فواكه مكسرات يجيبهم باش يحشي بهم. تحبي يعني ديري في لابوش وديري، تحبي يعني ديري بهذه الطريقه. انا راح نديرها يعني عاديه بدون اي كما نقولوا اي تكاليف. سما اللي ما عندهاش الامكانيه تقدر ديرها. لهنا نمشيها يعني بشوي برك باش ما تفتتلكش لانها طريه بزاف. لهنا كي تعودوا راح تزيدوا تجبدوا، ما تزيدوش تحطوا هذاك السكين يعني في الكريمه باش ما مش تخلط لكمش هذيك الفتة تاع جينواز في الكريمه، لانه بعدا راح تزينوا من الخارج. هكذا زيدوا زينوها من برا. لهنا تحبوا ديروا بهذا السكين ستاتيلا، ولا تحبوا ديروا بالكوبات هذيك وزينوها يعني كيما تحبوا. تزيين اختياري، كل واحد يعني والامكانيه تاعو، كل واحد والموجود كما نقولوا الجود في الموجود. هكذا نكملوها كامل، نديروا الحواف، نمشيو غير بشويه هكذا. لهنا انايا غير كاس برك، ماشي كاس يعني كبير، كاس هذاك الصغير، ماشي يعني تاع لاتاي سما اكثر منه شويه، وماشي الكاس يعني الكبير، خلاص تاي المتوسط. هذاك درت بيه وكفاتني لاني ما كثرتش يعني بزاف. نتوما ديروا يعني كاس، يعني تحب ديروا كاس كبير، ديروا كما تحبوا باش يعني تزينوا براحتكم باش تكفيكم. هذا هو الشكل تاعها بعد ما درتها. تحطوها في الثلاجة تبرد، وتحطوا ثاني كريمة الشانتي تاعكم في لابوش وتحطوها ثاني تبرد وخليوها حتى تبرد، به من بعد تقدروا تزينوا مليح. لهنا هذا هو يعني الشكل النهائي نتاعي، عفوا تاع الكيكه. زينتها بشويه تاع التوت، وجبت هذوك القفريط هذاك المبروم هذاك تاع لي سيكار، وزينت به يعني هكذا الحواف. راهو رخيص وبنين هكذا، تزيني يعني الكيكه تاعك باقل تكلفه وتجي هايله. درت معاها شويه تاع الدونات، طيبت شويه تاع لاتاي والغازوز
وهذا مكان. هكذا تقدري ديري حفلة صغيرة لولادك وتفرحيهم وتستمتعي يعني بوقتك وباللحظات تاعك. انا لهنا هذا هو يعني الفيديو تاعنا لهنا يخلص. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى يعني تدعموني بالاشتراك، والى اللقاء.